مدرب شباب بلوزداد رسالة مؤثرة بعد خروج بلوزداد. نشكر جماهيرنا والزمالك استحق التأهل. وجه سليم سبعة المدير الفني المؤقت لنادي شباب بلوزداد الجزائري رسالة مؤثرة ومليئة بالحزن والفخر في آن واحد بعد خروج فريقه من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على يد الزمالك في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، وانتهت بالتعادل السلبي لتتأهل القلعة البيضاء مستفيدة من فوزها في الذهاب بهدف نظيف. سبعة تحدث عبر قناة بي إن سبورتس مباشرة بعد نهاية المباراة في تصريحات عكست حجم الإحباط والحزن في الوقت نفسه، حيث قدم الشكر لجماهير فريقه التي حضرت بقوة وأشاد بلاعبيه قبل أن يوجه التحية للزمالك معترفا باستحقاقه التأهل. تصريحات سليم سبعة الكاملة. رسالة شكر للجماهير. نشكر الجماهير التي جاءت لمساندتنا اليوم، نعطيهم العلامة الكاملة، فقد كانوا خلف الفريق بقوة وحاولوا دفعنا لتحقيق المستحيل. وجودهم كان مؤثرا جدا في المباراة. ما ينقص بلوزداد؟ كان ينقصنا اليوم تسجيل الهدف. قدمنا مباراة كبيرة وأغلقنا جميع المسارات أمام الزمالك، لكن هدف التأهل كان غائبا عنا. أظهرنا شخصية قوية، لكن كرة القدم لا ترحم. شكر للاعبين. أشكر اللاعبين على الأداء الذي قدموه طوال المباراة. لقد بذلوا قصارى جهدهم وقدموا كل ما لديهم في الملعب. لا يمكنني أن أطلب منهم أي شيء أكثر مما قدموه اليوم. ما تبقى من الموسم، لا يزال لدينا نصف نهائي الكأس بالإضافة إلى مباريات الدوري. يجب أن نرفع رؤوسنا عاليا ونكمل المشوار. هذه الخسارة مؤلمة، لكننا سنتعلم منها. التهنئة للزمالك والإشادة به. الزمالك فريق كبير جدا، أقدم له التهنئة على هذا التأهل لأنه يستحقه بجدارة. هم يمتلكون أفضل اللاعبين ولديهم خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية. أتمنى لهم التوفيق في المباراة النهائية. حزن سبعة رغم الإشادة. بدت علامات الحزن واضحة على سليم سبعة خلال التصريحات، حيث تحدث بصوت متأثر محاولا إخفاء خيبة الأمل، لكنه كان حريصا على رفع الروح المعنوية للاعبيه ولجماهير فريقه التي خيبت آمالها بعد الخروج من البطولة. المدرب المؤقت رفض توجيه اللوم لأي من لاعبيه، وأصر على أن الفريق قدم مباراة كبيرة في القاهرة، لكنه افتقد فقط لمسة سحرية أو هدف العبور الذي كان سيعيد الأمل ويقلب الطاولة على الزمالك. جماهير بلوزداد التي حضرت بقوة إلى استاد القاهرة الدولي ودعت الفريق بالتصفيق رغم الخروج الموجع، حيث أبدت تفهمها للظروف وأشادت بأداء اللاعبين، مؤكدة أن الفريق قدم موسما جيدا في البطولة القارية، وأن الخروج من نصف النهائي ليس نهاية العالم.